بص يا جماعة، قبل ما نبدأ الكلام لازم نفهم حاجة مهمة جدا. المغرب مش بلد بيصحى من النوم يقول أي كلام عشوائي عشان يعمل شو إعلامي أو يضغط على خصومه. المغرب معروف من زمان إن دبلوماسيته مبنية على الهدوء، العقلانية والاستراتيجية. يعني مش كل يوم يطلع مسؤول يقول جملة وراها كارثة. لا، المغرب دايما لما بيصرح بحاجة بتكون محسوبة بالملي. وده بالظبط اللي حصل مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قدام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان. الراجل ما قالش كلام عابر ولا جملة تنفع تتاخد كعنوان وخلاص. لا، ده قال تصريح خطير جدا: الجزائر بتحشد للحرب. الجملة دي لو اتقالت من أي بلد تاني كنا نقول يمكن مجرد مناورة سياسية أو ضغط دبلوماسي، لكن لما تيجي من المغرب يبقى لازم نقف عندها. المغرب طول عمره عنده مبدأ: ما يجرش المنطقة لصراع إلا لما يكون مجبور، ما يدخلش تصعيد إلا وهو عارف كويس إيه اللي بيعمله. عشان كده اللي قاله بوريطة مش توقع ولا تخمين، لا، دي معطيات استخباراتية مؤكدة. المغرب مش شغال بعشوائية، عنده أقمار صناعية بترصد كل حركة على الحدود، عنده تنسيق مع حلفاء كبار زي أمريكا وفرنسا وأسبانيا، وعنده قدرة إنه يعرف إذا كانت التحركات الجزائرية مجرد استعراض عسكري ولا استعداد فعلي لمواجهة. طب الجزائر داخلة في السكة دي دلوقتي ليه؟ ببساطة لأن النظام الجزائري محشور في الزاوية، كل أوراقه خسرها. مشروع البوليساريو اللي عايشين عليه من سنين بينهار قدام عينهم. الدول اللي كانت معترفة بيه واحدة ورا التانية بتسحب الاعتراف. حتى أثيوبيا اللي كانوا بيعتمدوا عليها كداعم في الاتحاد الإفريقي خلاص قربت تنسحب من المسرحية دي. فرنسا اللي طول عمرها بيقولوا إنها مع الجزائر اعترفت بمغربية الصحراء. أمريكا في عهد ترامب وبعدين بايدن كرست الاعتراف ده. بريطانيا كمان بتقرب من المغرب بشكل استراتيجي. يعني من الآخر الجزائر شايفة الأرض بتتسحب من تحت رجليها. طب النظام الجزائري هيقول إيه لشعبه؟ هيبرر إزاي المليارات اللي اترفعت من جيوب الشعب عشان تتصرف على البوليساريو وقضية وهمية ما جابتش غير الخسائر؟ هنا بقى لازم نخلي بالنا من حاجة: النظام الجزائري ما عندوش أي مخرج إلا إنه يختلق عدو خارجي ويقول لشعبه إحنا في حرب. انسوا الأزمة الاقتصادية، انسوا الطوابير على الزيت والسكر والقهوة، انسوا انهيار العملة، انسوا الحراك اللي كان ممكن يقلب النظام. ركزوا معانا ضد المغرب. ده نفس السيناريو اللي حصل زمان في حرب الرمال، صناعة عدو خارجي عشان الشعب يتوحد ضد خطر وهمي ويوقف المطالبة بالتغيير الداخلي. وده اللي النظام العسكري في الجزائر بيتقنه: إشعال صراعه خارجي عشان يفضل ماسك الحكم. لكن تعال نشوف، هل الجزائر أصلاً قادرة تخوض حرب شاملة مع المغرب؟ هنا لازم نقول الحق: لا. السبب بسيط: الجزائر اقتصادها ريعي ضعيف، قايم بس على النفط والغاز، والتكنولوجيا العسكرية عندها قديمة جداً، معظمها خردة من الاتحاد السوفيتي. في المقابل المغرب استثمر في جيشه بطريقة ذكية، سلاح نوعي مش كمي، عنده درونز متطورة، أنظمة دفاع جوي غربية أثبتت كفاءتها في الحرب الأوكرانية، أقمار صناعية للمراقبة، تحالفات استراتيجية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يعني المغرب مش بس عنده سلاح، عنده شبكة كاملة من التكنولوجيا والدعم الدولي. المغرب بيبني، الجزائر بتهدم. المغرب بيستثمر في مشروعات كبرى زي البنية التحتية، الطاقة المتجددة والموانئ الضخمة. الجزائر عايشة على بيع الغاز، وكل مرة الأسعار تنزل أو أوروبا تلاقي بديل اقتصادها بيترنح. وده السبب اللي بيخلي أي مواجهة عسكرية مش في صالح الجزائر نهائياً. لكن المشكلة إن النظام هناك ما بقاش بيدور على مصلحة بلده، هو بيدور على مصلحة الجنرالات اللي عايشين من قضية البوليساريو كأنها ماكينة فلوس. عشان كده خيار الحرب بالنسبة لهم مش قرار دولة، هو قرار عصابة بتحاول تنقذ نفسها من الغرق. وخلينا نكون واقعيين، لو قامت حرب مش بس هتضرب المغرب والجزائر، التأثير هيكون إقليمي كامل.
موريتانيا، تونس، ليبيا، الساحل الإفريقي كله هيتأثر. الجماعات الإرهابية اللي مستنية فرصة هتلاقي بيئة مناسبة جدا عشان تتمدد وتبني قواعد جديدة. أوروبا هتدخل في أزمة جديدة بسبب الهجرة غير الشرعية وعدم الاستقرار. يعني ببساطة اللي بيدور على حرب مش بيهدد المغرب بس، ده بيهدد المنطقة كلها. المغرب النهاردة مش المغرب بتاع السبعينات أو الثمانينات. المغرب بقى لاعب إقليمي كبير، وأكبر دليل إن أي خطوة بيتخذها بتتراقب دولياً. شفنا إزاي كل القوى الكبرى من أمريكا لفرنسا لبريطانيا بقت بتتعامل مع المغرب على إنه قوة استقرار، مش مجرد بلد في شمال أفريقيا. وده مش جاي من فراغ، ده جاي من استراتيجية واضحة بناها الملك محمد السادس على مدار السنين. المغرب يبني، الجزائر تهدم. الملك لما خرج في خطاب وقال للجزائر انتوا عايشين في عالم آخر، ما كانش بيبالغ، هو بالفعل وراهم إن كل أوراقهم اتكشفت. الاستفتاء اللي كانوا بيتشدقوا بيه انتهى. فكرة تقرير المصير ماتت. اللعبة بتاعت تدويل القضية في الأمم المتحدة بقت ورقة محروقة، لأن المغرب ببساطة فرض الأمر الواقع. الصحراء مغربية بالشرعية الدولية وبالاعترافات المتتالية وبالقوة على الأرض. وهنا مربط الفرس. الجزائر شايفة إن مشروعها بيتبخر قدامها، ما بقاش عندها غير باب واحد تطرقه، المواجهة العسكرية. لكن حتى المواجهة دي مش مضمونة لها، بالعكس هي ممكن تبقى بداية نهايتها، لأن أي حرب بين المغرب والجزائر مش هتكون مجرد معركة على الحدود، لأ، هتكون معركة وجود بالنسبة للنظام الجزائري. المغرب عنده القدرة العسكرية، عنده التفوق التكنولوجي، عنده الشرعية الدولية، وعنده الأهم، شعب متوحد ورا قيادته. الجزائر عندها إيه؟ جنرالات بيشفطوا خيارات البلد، وإعلام رسمي بيشتم المغاربة ويصفهم بالحفال عراة. ده الفرق بين دولة بتمارس السياسة بعقلانية ونظام بيصرف مليارات على الدعاية فارغة. ولازم نفتكر حاجة، المغرب ما بيدورش على حرب. المغرب هدفه البناء، الاستثمار والشراكات الدولية. لكن لو اتفرضت عليه حرب هيبقى جاهز. وده اللي مقلق النظام الجزائري، إن المغرب مش بيتحرك برد فعل، المغرب بيتحرك بخطة. خلينا نبص كمان على الوضع الداخلي للجزائر. الاقتصاد في حالة انهيار حقيقي، الشعب مش لاقي القهوة والزيت، العملة متدهورة، والشباب في الملاعب بيهتفوا ضد النظام. دي مش أخبار المغرب بيختلقها، دي حقائق بتظهر في التسجيلات اللي النظام ما يقدرش يخفيها للأبد. في المقابل المغرب رغم كل التحديات العالمية ماشي في مشاريع كبرى، ميناء الدخلة الأطلسي، الربط الكهربائي مع أوروبا، الطاقة الشمسية والرياح، والاستثمار في صناعة السيارات والطائرات. يعني من الآخر المغرب بيصنع المستقبل، الجزائر عايشة في الماضي. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه النظام الجزائري مصمم يجر المنطقة كلها لصراع هو عارف إنه خسران فيه؟ السبب واضح، عشان يهرب من المساءلة. اليوم اللي الشعب الجزائري يسأل فيه فين راحت المليارات اللي اتصرفت على البوليساريو، هو اليوم اللي النظام ينهار فيه. والجنرالات مش هيسيبوا اليوم ده يجي بسهولة، فيحاولوا يلهوا الشعب بحرب زي ما عملوا في الماضي. لكن المرة دي الوضع مختلف. العالم كله بقى شايف اللعبة، حتى الإعلام الغربي بقى يتكلم عن فساد النظام الجزائري وعن استغلاله لقضية الصحراء. حلفاء الجزائر نفسهم بدأوا ينسحبوا. روسيا اللي كانوا فاكرينها داعم مطلق ليهم قلبت الطاولة في مجلس الأمن. أثيوبيا في طريقها لسحب الاعتراف. فرنسا بقت أقرب للمغرب. أمريكا موقفها محسوم. يعني مفيش ولا دولة كبيرة تقدر تحمي الجزائر لو دخلت حرب ضد المغرب. وده يخلي أي مغامرة عسكرية بمثابة انتحار للنظام هناك. المغرب مش بس هيواجه، المغرب هيحسم. والجنرالات عارفين ده كويس، لكنهم محشورين لدرجة إنهم ممكن يعملوا أي خطوة متهورة. وأنا هنا عايز أكون واضح، الحرب لو حصلت مش هتكون في صالح حد. المغرب هيخسر جزء من نموه الاقتصادي اللي بناه بصعوبة، الجزائر هتنهار أسرع من المتوقع، المنطقة كلها هتتأثر، والإرهاب هيلقى بيئة خصبة يرجع يتوسع فيها. لكن الفرق إن المغرب هيقوم تاني لأن عنده أساس قوي، أما الجزائر فالأساس عندها متآكل.
وده اللي بيخلي تصريح بوريطة مهم جدا. هو ما كانش مجرد تحذير للشعب المغربي، لا، كان رسالة للعالم. خدوا بالكم، النظام الجزائري بيلعب بالنار، والرسالة دي وصلت. وده في حد ذاته جزء من الردع. لما تبقى نوايا خصمك مكشوفة قدام المجتمع الدولي، فرصته في المناورة بتتقلل. الخلاصة يا جماعة، المغرب مش بيدور على حرب، لكن لو اتفرضت عليه هيبقى جاهز وبكل ثقة. الجزائر ما عندهاش حل غير إنها تفضل تعيش في الوهم بتاع البوليساريو، لكن الوهم ده خلاص بينهار، واللي جاي مش في صالحهم. واللي بيحصل دلوقتي ما هو إلا آخر محاولات نظام عسكري فاشل بيحاول ينقذ نفسه. بس المرة دي اللعبة اتكشفت.